وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتبوا بي لا تتأخروا وليأتم بكم من بعدكم، يعني يجب أن تكون الصفوف الثانية لا تكون إلا بعد أن يتم الأول الصف الأول، فالصف الثاني بعده، ولا يكون الصف الثالث إلا وقد كمل الثاني، ولا يكون الرابع إلا وقد كمل الثالث. وأيضا لا يجوز أن يصلوا في طرف المسجد إلا وقد سدوا أول المسجد وسدوا وسط المسجد وسدوا آخر المسجد. لا يجوز أن نعمل هنا جماعة الإمام هنا وخلفها الصف الأول والثالث والرابع متأخرا، بل يأتموا به ويتابعوا هكذا متابعة الصفوف وتولية بعضها بعضا، أن يكون أحدهما يلي الآخر بلا فاصل، ولا يصلوا ويفرقوا الجماعة. إلى هنا.